السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ مش عايزين كده قبل ما نشتغل وقبل ما نعمل اي حاجه ندعي لاخواتنا وربنا ينصرهم وربنا يقويهم، شهدائهم في الجنه، وربنا يرجع لهم ارضهم هم وكل الامه العربيه والاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. داخلين على ايام دراسه الشمس بقى وكده، وفي حاجات صن بلوك بقى مقاطعه، وفي اللي مش مقاطعه بقى غالي قوي. فما تيجي نعمله في البيت بطريقه حلوه جدا. انا هوريكم من اول التأثير عامل ازاي. بس انا مش عايزه اوريكم المنتج قوي عشان ايه، ولا حد يقول دعايه ولا اي حاجه. ده المنتج اللي انا اساسا بستخدمه. خلاص، بصوا اهو. قطعه كمان كبيره. نعمل كده عشان هي فعلا كبيره قوي. خلاص، انا بس عايزه اوريكي البشره هتمتصه وهيبقى عامل ازاي. خلاص، ناخد بقى اللي احنا حاطينه وعايزه اوريكي تأثيره هيبقى عامل ازاي. بصي، واضح مفيش فرق. ممكن تقللي جرام واحد من اكسيد الزنك، عشان اول ما بتحطيه بيديكي درجه بياض. يعني هوريهولك هنا كده، بيديكي درجه بياض نص درجه. وبعد كده الجلد لما بيتشربها، انا مش عارفه اوضحها لكم ولا لا، الجلد لما بيتشربها خلاص بتروح. بصوا، يعني ممكن تقللي. انا بالنسبه لي عادي ان هو يعني كده كده الصن بلوك انت بتحطيه قبل ما تنزلي بنص ساعه، فهيكون الجلد اتشرب. ولو انت بتبقي مستعجله قللي جرام واحد بس. بصي عامل ازاي، مفيش فرق بينهم. في تكايه بقى انا حطاه على وشي بقالي ساعه. اللي هو الكريم الاساسي الصن بلوك، اول ما بحطه بعرق جامد جدا. اللي احنا عاملينه اول ما حطيته ما عرقتش، يعني ما حسيتش بعرق. فجربوه واعملوه، اعملي كميه نص الكميه اللي انا عاملاها او ربعها. جربي وشوفي، عجبك ان شاء الله خير، ما عجبكيش ان شاء الله يعجبك، انا واثقه من كده. بصوا كميه حلوه جدا جدا. العبوه ديت بكام؟ 50 ملي ب 200 جنيه. شوفوا بقى دول قد ايه، هنحسبهم مع بعض. شوفوا دول قد ايه وكلفونا قد ايه. مش عايزين نتكلم كتير، عايزين ندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي كده حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. معايا هنا 176.5 ملي مية. بصوا طبعا شايفين البخار طالع منها. هحط قد ايه؟ هحط 18 جرام اي واكس. بصوا هيدوب معايا بسرعة جدا جدا جدا. المية بتغلي فمش هياخد معانا ان شاء الله وقت. انا اسفة، معايا 4 جرام اي واكس، انا اسفة. ال 18 اللي هو اكسيد الزنك او زنك اوكسايد. بصوا خلاص هو داب معايا. هنزل بال 18 جرام اكسيد زنك. طبعا اكسيد الزنك ده بيدخل في حاجات كتير قوي قوي قوي، ومن ضمنها كريمات الاطفال. وطبعا مادة اساسية في واقي الشمس. هعمل ايه؟ هضربه بسرعة بالهاند بريندر، اولا عشان يبرد معايا، ثانيا عشان ما اكسيد الزنك ما يبقاش في القاع. بصي مجرد ما ضربتيه، بصي بقى عامل ازاي. انا معايا هنا جرام ونص بترول، بس مش هحطهم دلوقتي خالص. انا عايزه اضرب المكونات بتاعتي ديت، انا عايزاه يبرد معايا وعايزاه يندمج معايا. بصوا انا هنقله هنا بس عشان هنا الطبق كبير، فمش عارفه اتحكم في ضربه كويس. انا بس بنقله قدامكم عشان محدش يقول ان انا حطيت حاجه مكان حاجه. بسم الله.
هفضيه بقى كويس. بصوا لما هاجي هضرب كده هتكون الدنيا معايا اسهل، هبقى انا متحكمه في الكميه كلها. بصوا اللي ابتدى يجمد. بس انا عايزه اوريكي اللي ابتدى يجمد شويه بس عامل ازاي. بصي كل ما هتضربي فيه كل ما هيندمج اكتر، كل ما هيبرد معاكي وهيجمد اكتر. ما تزوديش في اكسايد الزنك او الزنك اوكسايد عشان مش هيديكي نتيجه غير ان انت هتحسي ان انت بيضه قوي، مجيره من الاخر، يعني هتحسي ان انت مجير. احنا مش عايزين التكه ديت، انا عايزه اخد حمايه ويبقى بشرتي طبيعيه. يعني انا مثلا ممكن بحط صن بلوك بس ما بحطش اي كريمات تانية، فانا مش عايزه احس ان انا وشي لونه ابيض. طب انا مثلا بحب احط فونديشن، بحب احط الحاجات ديت، ممكن هتقومي جايبه شويه من الفونديشن بتاعك وتقومي حطاه عليه، فهيبقوا الاتنين في واحد. مش هطول الفيديو معاكم بقى وانا بضربه، هسيبه لغايه ما يبرد كده واضربه كويس جدا وارجع لكم. انا بقى بارد معايا نوعا ما، فهحط الجرام ونص البيكرور 8 تعفن، وهكمل ضرب انا فيه. بصوا حبايبي، اي عبوه بقى عندكم كده بس تكون متعقمه عشان في حاجه خاصه بالبشره. طبعا هو لما هيبرد وهيقعد هيتقل عن كده شويه، بس مش هيبقى تقيل، يعني مش هيبقى تقيل قوي، هيبقى زي اللي احنا بنجيبه من بره. اللي احنا بنجيبه من بره بقى غالي قوي 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 قوي، بس احنا عاملين كميه قد ايه. اول الفيديو هوريك ان شاء الله كريم اللي بنشتريه من بره عامل ازاي على البشره، وده هيبقى عامل ازاي على البشره عشان تبقي واثقه وانت بتستخدميه ان هو مش هيخلي بشرتك مجيره. شكله حلو جدا، كميه حلوه جدا جدا جدا، ما شاء الله عليه. هنغسل وهننضف الحاجات اللي حوالينا. اهم حاجه بس يكون حاجه معقمه. ان شاء الله الفتره اللي جايه هنجيب عبوات شكلها حلو قوي نحط فيها الحاجات بتاعتنا. يا رب وصفه النهارده تكون سهله وخفيفه على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.